اهلا بيك يا صديقي الاهلاوي في حلقه جديده هنتكلم فيها عن مباراه الاهلي وحرس الحدود. المباراه اللي انتهت ب1-0 بشق الانفس بيبص بكل ما تحمله الكلمه نفس ما بيقولوا. مباراه صعبه جدا 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 على النادي الاهلي. مباراه بن شرقي بيأكد ان كل جنيه اتصرف في الصفقه دي حلال يستحق الولد ده. اي جنيه هدفعه للولد ده في اي حاجه بقى. شوف هديك مكافآت، اعلانات هتجيلك، راتبك اللي انت هتاخده، انت تستحق كل جنيه هتاخده من النادي الاهلي. ويا سيدي ما هنمشيها جنيه مع انك بتاخد بالدولار بس هنمشيها. لكن بقى في لعيبه لعبه النهارده ما تستحقش ولا جنيه من اللي بياخدوه من النادي الاهلي. النهارده احنا شفنا اداء ايه؟ عيب ان انا اقول اداء، انت ما شفتش حاجه النهارده من لعيبه النادي الاهلي. احنا ما شفناش اي حاجه النهارده الا لما نزل بن شرقي. انت ما شفتش اي حاجه خالص من اللعيبه بالتشكيل اللي نزل الا لما نزل بن شرقي. انت بتلعب في عبث، انت بتقدم اداء عبثي جدا جدا جدا. المفروض المباراه دي يكون انت نازل تصالح جمهورك على المباراه اللي انت فوتت فيها الفوز قصاد نادي الزمالك، فنازل بتقدم لنا اداء سيء وتوهان في الملعب ومهام فنيه مش موجوده. النهارده انت مش عايز تلوم اللعيبه، لا هتلوم اللعيبه وبعد كده تلوم المدرب اللي تقريبا هو نسي يقول لهم انت كل واحد لما هتنزل انت المفروض يحصل منك ايه او مطلوب منك ايه. فكل واحد نازل هو مش فاهم هو بيعمل ايه. يلا بقى كرة تيجي ما تجيش، اسام قدام فريق متكتل دفاعيا لكن بيهاجمك في كور مرتده خطيره جدا كان ممكن تقطم ظهرك النهارده. حرس الحدود كان ممكن يخرج فايز النهارده بواحد واثنين وثلاثه. الهجمات المرتده اللي عملها عليك حرس الحدود كانت ممكن تيجي اهداف وتدمر لك كل حاجه انت عملتها الموسم ده. كانت تحطك في ضغط قدام الاعلام بشكل مخيف جدا، لكن الحمد لله ربنا سترها معاك لان الولد اللي نزل من اول ما رجله دبت الملعب، من اول ما لمس الملعب وهو بيعمل كل حاجه المفروض اللعيبه التانيه تعملها. شوفوا قيمه بن شرقي لما نزل. كل خطوره النادي الاهلي في الشوط الثاني او في المباراه، عشان احنا ما عملناش اي الا كوره واحده اللي جت من جراديشيار في الشوط الاول واللي خبطت في القايم اليمين ورجعت تاني للزنفوري ومسكها. شيل بقى كل ده، كلها هجمات لبن شرقي. وسام ابو علي النهارده كان شارب حاجه تقريبا يعني. الراجل النهارده سيء جدا بس ما علينا. وسام ابو علي ياما فرحنا ومش مهم لما تيجي في مباراه وتلاقي الامور منه فلته يعني عادي يا وسام ولا يهمك ولا اي حاجه بتحصل لاضخم من تخين باللعيبه في مستوى العالم. لكن النهارده بن شرقي يا جماعه اللاعب اللي عنده مهارات يعرف يعمل لك فينت واثنين وثلاثه في نفس الكوره ويعمل العرضيه ويرجع يعملها تاني. في كوره دخل رقص اثنين من لعيبه حرس الحدود من ناحيه الشمال، دخل الكوره عمل الاوفر خبطت في المدافع رجعت له تاني راح شايط. لاعب بيعمل كل حاجه. لما زهق من الجانب الشمال قام رايح في هجمتين ناحيه الجانب اليمين. لاعب هو عارف هو عاوز ايه وبيعمل ايه ونازل عارف قيمته وعارف قيمه النادي وبيقدم احسن ما عنده. النهارده في لعيبه يا جماعه كانت ضايعه. النهارده احمد رضا كان تمريراته سيئه جدا في الشوط الاول. مروان عطيه انا مش فاهم ايه اللي حصل. ده مش مروان عطيه. في سوء اداء غريب 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 غريب، في انخفاض بشكل مخيف. مروان محتاج يراجع نفسه يعني. اقعد واتفرج يا مروان على نفسك، انت ما كنتش كده يا ابني. النهارده لا المباراه احنا كسبناها وهنقول بين قلبي وبين شرقي والله عليك وتسلم رجليك وكسبتنا وثلاث نقط ولسه بنضغط على بيراميدز وكل الكلام ده. لكن انت عندك مشكله فنيه قاتله. كولر ما بيعرف النهارده تقريبا هو مش عارف يعمل ايه. طب انا لعبت اهو بالتشكيل اللي التشكيل ده الناس كلها اول ما شافت التشكيل قبل المباراه قالت لك يا لو كنا نزلنا كده قدام الزمالك. كنت هتلعب كده قدام الزمالك؟ كنت هتقدم المستوى المضحك ده في المباراه دي قدام نادي الزمالك؟ ايه الاداء ده يا جماعه؟ انتوا نازلين تشكيل كويس وتشكيل كل واحد في مكانه، في ايه بقى؟ ايه الاداء ده؟ وانت فين يا عم فين يا عم مدرب؟ انت فكرك والجمل والتكتيكات. هو انت هتقابل طول الوقت هتقابل فرق مفتوحه، فرق مع بتفتح لك الاطراف والاظهره ويلا وتعالى واهجم؟ لا، هتقابل فرق زي حرس الحدود امكانياتها ضئيله وما عندهاش خيارات هجوميه كتير، هيقفل لك الدفاع. انت فين حلولك؟ فين التسديد من بره؟ فين تقول لمروان وامام يشوطوا من بره؟
فين تقول راس الحربه واحد من الاثنين اللي كانوا بيبدلوا في منطقه الجزاء، وسام او جراديشيار، انزلوا في منطقه وشوط، انزل قدام منطقه الجزاء وشوط، الكره تيجي تشوط، ما انت تعمل ايه؟ في تكتل دفاعي هنعمل ايه؟ شوط. معروفه اهي، مفهومه اهي، مش محتاجه حاجه، مش محتاجه فكاكه يعني. انت النهارده ربنا كرمك وبن شرقي عمل حاجه، لكن طب في اللي جاي يا عمي بقى فوق. يا عم احنا في بدايه الموسم يا عم، ما تقفلناش من الموسم اللي المفروض هو موسم حلو ومميز، مش عايزين قفله. انتصار، انت كنت، انا النهارده يعني يا عم الحمد لله اكسب باي شكل، بس بقى لازم اتكلم على فني، ان انت لازم تظبط ده الموضوع ده فنيا، لازم في حل يا جماعه يعني. مش فاهمك، في حاجه غلط، انت شكلك قدام حرس الحدود لا هو احسن منك. هجماته المرتده عليك في الشوط الثاني كانت هتجيب قاضيه الكره بتاعت الولد المهاجم بتاعه محمد ممدوح، خد الدفاع كله من ناحيه اليمين اللي هي الشمال عندنا، وقطم الكره، ولولا ان هو ما بيعرفش يلعب بشماله الكره طلعت فوق. اي شوطه في الجول جول مفتوح، فهيعرف يشوط زي ما هو عاوز. انت النهارده كنت ممكن تخرج بخساره، مفيش 3 نقط بقى ولا نقطه ولا ابيض، تطلع ابيض، كانت هتبقى قاضيه ليك النهارده لو كنت خسرت المباراه دي. والتعادل برده كان حاجه سيئه جدا. انت النهارده كسبت لانك عندك لاعب في عنده امتيازات فنيه، هو عرف يوصل لك للمرمى في اكتر من مره، مش فرصه، ده في كذا فرصه من ساعه ما نزل. يعمل عرضيات المهاجمين ما يعرفوش يحطوها، يراوغ ويروح ويشوف حد فاتح ما يلاقيش حد فاتح، يشوط هو، طب الكره ترتد يا وسام حطها في جون فاضي، ما يعرفش تقلش منه. والنهارده يا جماعه مش هنلوم بقى على امام عاشور، امام عاشور يعني خلاص بقى، اكيد المجهود بدني يا جماعه، ما هو الراجل طاقه يعني، اكيد الراجل مش قادر. طيب وبعدين في الاداء ده يا عم المهم ان احنا كسبنا الحمد لله وخدنا 3 نقط، بس يا جماعه لا، لازم في حاجه هنا. المدرب ده لازم يغير من افكاره وقناعاته، لازم يكون كولر مدرب كبير وله بصمه مع الفريق، مع لعيبه كتير، بس المستوى الفني اللي احنا بنقدمه للمباراه الثانيه، او مش يعني يا سيدي هنسى كل المباريات وهفكر في مباراه الزمالك ومباراه الحرس دي تاني مباراه، انت ما فيش يعني، فنيا وحش. حرس الحدود عمل عليك هجمات مرتده خطر جدا. احنا لازم نستوعب ده ونقول يا جماعه في مشاكل. لا يا جماعه في مشاكل، في عندنا مشاكل كبيره جدا. تحس ان اللعيبه هو كل واحد في مركزه، تحس ان الامور تمام، شوبير ومش عارف مين وهاني والدبيس طب وبقى يعني، لكن تيجي بقى تشوف توظيف اللعيبه دول، انتوا بتعملوا ايه؟ الشحات المفروض مطلوب منه ايه؟ طب جريتيشار مطلوب ايه؟ وسام مطلوب ايه؟ احمد رضا دول ايه؟ مروان عطيه ايه؟ طب مين هيباصي ايه فيروح هناك يعمل الجمل؟ في مفيش، انت مش شايف حاجه، انت باصات بس عمالها هوب 2 3 4 5 6 7 8 وفي الاخر مفيش اي حاجه. لا الموضوع لازم بجد في وقفه مع كولر. ما انا مش ضد ان كولر يمشي دلوقتي، لا كولر هيكمل كده هيكمل. هو الفكره بقى ان كولر محتاج فعليا يقعد مع نفسه، يقعد مع الجهاز الفني بتاعه، يقعد مع اللعيبه، نشوف ايه اللي بيحصل. يعني المستوى اللي احنا شايفينه ده لا يا جماعه، مستوى وحش جدا 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 جدا. مبروك للنادي الاهلي 3 نقط باي شكل، الحمد لله احنا جبناهم. نركز في الماتشات اللي جايه، ابوس ايديكم فنيا نفوق، اعرفوا ان احنا كل مباراه بطوله، ما عادش فيها، ما عندكش امكانيه انك تخسر ولا نقطه. بيراميدز هيكسب حكام، مش بالحكام هيكسب. انت لازم عليك انك تنزل ماتشاتك تاكل النجيله، تاخد 3 نقط وتطلع. ربنا يستر من اللي جاي ان شاء الله، والواحد بيتفائل خير ان شاء الله بان الامور تتحسن عن كده. سلام.